السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. أشغال تهيئة ملعب مراكش الكبير تدخل مرحلتها الأخيرة. تقدمت الأشغال في ملعب مراكش الكبير بشكل ملحوظ، ومن المقرر أن تكتمل كافة هذه الأعمال بنهاية فبراير، مما سيمكن المدينة من تعزيز موقعها على خارطة الرياضة الوطنية والدولية بدءا من مارس المقبل. وقد شملت الأشغال التي خضع لها الملعب الكبير لمراكش خلال الأشهر الماضية إضافة مرافق جديدة، فضلا عن تجديد وتأهيل العديد من المرافق القديمة. ومن أبرز التحديثات إضافة شاشة إلكترونية جديدة فوق المدرج الشمالي، واستبدال نظام الإضاءة بنظام جديد موفر للطاقة وتفاعلي. كما تم تجديد منصة الصحافة ونقلها إلى الطابق الثاني من المنصة الشرقية، مع تخصيص المساحة السابقة للصحافة كمدرج إضافي للجمهور بالقرب من المنصة الشرقية. وتم توحيد الكراسي في المنصة الشرفية لتكون متماشية مع ألوان الكراسي الأخرى في الملعب. كما تم دمج مستودعات الملابس وإعادة تصميمها لتصبح 4 مستودعات كبيرة بدلا من 8 بعد إلغاء احتضان الملعب لألعاب القوى في المستقبل. إلى جانب ذلك تم تجديد قاعة الندوات وتحديث تجهيزاتها وإنشاء قاعة جديدة مخصصة للصحافة، بالإضافة إلى مكتب إداري جديد مخصص للجهات المنظمة للفعالية الرياضية. وتم تجهيز 4 ملاعب للتدريب، بما في ذلك واحد مزود بمدرجات خاصة، وزيادة عدد المداخل من 8 إلى 12 بوابة لتسهيل دخول المشجعين وضمان انسيابية الحركة.